اللاعب اللي راح يحتضن المباراة لهذا اليوم، وهذا هو كأس البطولة مثل ما تشاهدون. اهتمام غير طبيعي حقيقة بالمباراة النهائية. طبعا هو غيروا الملاعب، كانت ملاعب درجة أولى وثانية بالضبط. مباراة النهائية اختاروا صار على ملعب فأعتقد الأمور يعني تختلف، لكنه اليوم أعتقد الفريق اليمني سيسجل حضور، رأيي الشخصي يعني من خلال قراءة الفريق السعودي. ولهذا الفريقين، اللي فريق مسجل له 8 والفريق مسجل له 10 أهداف، يمكن السعوديين هم من الصعوبة أن نسجل في مرماهم، يعني الفريق لعب 3، فأعتقد أنه المباراة راح تكون، أنا بتصوري اليوم راح العراق اللي تواجد في تلك البطولة الأخيرة للشباب بانتصار وحيد. هنا تقدم للمنتخب اليماني، سلام! هدف أول للمنتخب اليمني، هدف أول يسجل أرواني. انتفاضة المدرج اليمني، السعيد مع هذا الهدف. إليك المشهد في الدقائق الأولى من الشوط الثاني. فرحة هدف يسجل منتخبنا، لكن الفرحة هنا تكون حاضرة لهذا المدرج، لهذا الجمهور اليمني اللي يسجل أول أهدافه في هذا النهائي في مطلع الشوط الثاني. والتحية الكبيرة مع المدرب قيس محمد صالح، هذه الانطلاقة وهذه العرضية الماضية اللي كانت من عادل عباس، عادل على الصناعة، ومحمد البرواني بلمسة جميلة، حقيقة جميلة يسجل من خلالها محمد البرواني أول أهدافه. شوف الإعادة، قطع للكرة وبعد ذلك الكرة عالية خطيرة، جول للمنتخب السعودي. هدف التعادل في وقت قاتل، في الوقت محتسب بدل عن الضاع، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل عن الضاع. جول للمنتخب. شوفوا الإعادة والرأسية، نعم هكذا محمد العيسى البديل يسجل هدف التعادل ويعود بالأخضر السعودي إلى نقطة البداية، ولكنها ليست سلبية، إيجابية بهدف مقابل هدف الآن، هدف مقابل هدف الآن. حراس قدموا في البطولة مستوى جيد، حتى لا على مستوى الأسماء الأساسية، ولكنه بديل للاعب المحروم سعيد عبد الله. الركلة الأولى الآن للمنتخب اليمني، ضاعت على اليمن، ردها محمود البريع، ضاعت على اليمن. الركلة الأولى على اليمين، وحارس المرمى محمود البريع يتصدى بشكل أكثر من رائع للكرة الأولى. هذه الجماهير السعودية بكل تأكيد يعني فرحة. هنا الحارس وضاح أنور والكابتن فرحة الشمراني على الركلة الأولى.
للمنتخب السعودي الآن. الركلة الأولى للمنتخب السعودي. فرحة 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 في المرمى، فرحة في المرمى قوية كانت، وهدف أول من الركلة الأولى للمنتخب السعودي. كانت قوية، حارس على اليمين والكرة على اليسار. الركلة الثانية الآن للمنتخب اليمني. الثانية والتسديد وهدف. هدف، نعم، هدف عن طريق عبد الله الدقيق. الركلة الثانية لليمن والتسجيل هذه المرة، أولى ضاعت وهذه في المرة. الآن المنتخب السعودي هذا صاحب هدف التعادل، محمد العيسى في مواجهة وضاح أنور حارس المرمى. العيسى في مواجهة حارس المرمى وضاح. الركلة الثانية للمنتخب السعودي. العيسى، محمد العيسى. الثانية للمنتخب السعودي. العيسى، ردها وضاح، ردها وضاح بنفس المكان اللي ردها محمود البرية. هذه المرة وضاح ضاعت على المنتخب السعودي. شوف الإعادة، وبالتالي شوف ردة الفعل السريعة من وضاح، ردها بشكل ممتاز من أمام محمد العيسى. ضياع ركلة بضياع ركلة، تسجيل ركلة بتسجيل ركلة. هذه الثالثة الآن، الركلة الثالثة لليمن، لليمن، الثالثة لليمن، وجول، جول لليمن. أنور الطريق، أنور الطريق يسجل هذه المرة. 3 ركلات لليمن بهدفين، والآن الثالثة للمنتخب السعودي، الثالثة للمنتخب السعودي. الثالثة للمنتخب السعودي، تسديد وهدف لمصلحة المنتخب السعودي. برافو لعبد السلام برناوي. عبد السلام يسجل الآن. كل منتخب 3 ركلات، وكل منتخب ضياع لركلة. الرابعة لليمن الآن، الرابعة للمنتخب اليمني. عادل عباس على التنفيذ، وهدف لليمن، هدف لليمن. عادل عباس يسجل للمنتخب اليمني. ثلاث أهداف وضياع ركلة، والآن الرابعة للمنتخب السعودي. هذه المرة نواف البشري، نواف الآن، نواف بمواجهة وضاح، بمواجهة وضاح، بمواجهة وضاح. الله الله على التنفيذ الرائع من قبل نواف البشري. يسجل، نعم الآن يسجل الآن. يبقى ضياع الركلة. الخامسة لليمن،
هذه المرة رفعت سمير أحد البدلاء. البديل رفعت سمير بمواجهة محمود البرية. رفعت الخامسة الآن، الخامسة لليمن. الله على التنفيذ، قوية من رفعت. الآن الخامسة للمنتخب السعودي. ولو ضاعت ننتظر هذا البديل. حسين الطاهر بمواجهة وضاح. السعودي واليمني. حسين الطاهر الآن بمواجهة وضاح. اليمن السعيد. افرحي يا صنعاء، افرحي يا عدن.